اخواتي في الله مثقفين والخمرجيه، العوافي عليكم. النهارده طالعين مع بعض رحله جديده. يلا بينا مع بعض نروح الكاريبي، جنه القراصنه والخارجين على القانون. رحله نتعرف فيها على الرم، مشروب القراصنه المفضل والمميز. طبعا كلكم عارفين القرصان العظيم اللي في الفيديو، جاك سبارو الاسطوره، وعارفين حبه العظيم للرم، لدرجه انه لما كان محبوس في جزيره لوحده ما كانش همه اي حاجه غير الرم. اديني ازازه رم مليانه وليذهب العالم الى الجحيم. ما طولش عليكم، الرم مشروب جبار. كنت بستغرب في الاول ليه اسعاره رخيصه قوي كده، لكن النهارده هنعرف ليه كده. الرم يا اخواتي مصنوع من قصب السكر او بنجر السكر. ايوه القصب اللي انت بتشرب عصير ده بيتعمل منه خمره. بيجي الحصادين يحصدوا القصب ويعصروه. في ناس بتخمر العصير بعد العصر على طول، وفي ناس بتخمره بعد ما يحولوه لدبس، اللي هو العسل الاسود اللي امك بتجيبه لك من محلات وتوكله لك. ليه ناس بتعمل كده وناس بتعمل كده؟ ده موضوع كبير ربنا نحكيه بعدين. بيخمروه بالطريقه العاديه زي اي نوع خمره تاني اتكلمنا عليه قبل كده. بيضيفوا الخميره للمحلول، والخميره بتقوم بشغله بتحول السكر لكحول. وطبعا مفيش احلى من قصب السكر عشان الخميره تشتغل عليه. بيكون تركيز الكحول في المحلول تقريبا من 7 ل 10%. بعديها تيجي مرحله التقطير، وهو ان احنا بنعدي المحلول ده على غليات درجه حرارتها ما تزيدش عن 80 درجه مئويه. ليه ما تزيدش عن 80 درجه مئويه؟ عشان الميه ما تتبخرش. الكحول بيبتدي يتبخر عند 60 درجه، ومن بعد 80 بتبتدي الميه، فاحنا عايزين اكبر تركيز كحول، فعشان كده عايزين نبخر الكحول بس من المحلول ونخلي الميه تحت. عشان كده درجه حراره الغليات ما بتزيدش عن 80 درجه مئويه، والنتيجه كحول تركيزه 70%. لو هيتعبى في براميل زي ما هو كده بدون ما يخففوه، وفي العاده بتكون براميل مستعمل، براميل كان فيها ويسكي قبل كده او بيربن او حتى واين. ليه براميل مستعمله؟ هقول لكم الموضوع ده ليه بعدين في فيديو تاني. ولو مش هيتعتق بيتخفف بميه يوصل لتركيز 40% ويتعبى في جزايز وينزل للاسواق. ولهنا تكون خلصت رحلتنا السريعه للكاريبي ومشروب الرم المفضل القراصنه. اعزائي المثقفين والخمرجيه، كونوا بالعافيه، سلام.